زمان كان اللي عايز يتعلم صنعة أو لغة جديدة كان لازم يتحمس ويدور على شيخ الصنعة، ويقعد تحت رجله سنين أو يروح لمكتبات بعيدة ويغرق وسط الورق. والسبب كان في كده هقولهولك بس في آخر الفيديو. أهلا بيكم يا شباب. النهاردة قدام تشريح كامل لتطبيق ليرن بايثون بروجرامينج. التطبيق ده مش مجرد كورس، ده عامل زي المعمل الصغير في جيبك. بيقدم لك أكتر من 100 مثال عملي مترجمين لدروس واضحة، ومعاهم آه، محرر أكواد داخلي، يعني هتجرب وتنفذ الكود وانت واقف مكانك. والأجمل إنه بيحضرك لأسئلة الانترفيو لو ناوي تشتغل بالبايثون فعلا في نهاية الفيديو. بس هقولك دلوقتي أهم 5 عيوب صدمتني و5 نصايح ذهبية قبل ما تدوس تثبيت. بص يا سيدي، لو دخلنا في العمق، التطبيق ده وظيفته كسر حاجز الخوف من البرمجة. بيحل مشكلة التوهان اللي بتحصل للمبتدئ بين الكتب والمراجع التقيلة. هو مناسب جدا لواحد لسه بيقول يا هادي في عالم الكود، أو طالب جامعة عايز يراجع الأساسيات بسرعة. لكن لو انت محترف وبتدور على فريم وورك معقدة، داتا ساينس متقدمة، فالتطبيق ده هيكون بالنسبة لك قشرة خارجية، مش هيشبعك. أول ما تحمله مش محتاج تعقيدات ولا حسابات بنكية، هتدخل تلاقي واجهة بسيطة جدا مقسمة لدروس وأمثلة بروجرامز وأسئلة كويز. نصيحتي ليك كخبير، ابدأ بالدروس بس، ما تعديش درس من غير ما تاخد الكود بتاعه وتروح لقسم الكومبيلاير وتجرب تغيير في الأرقام والأسماء وتشوف النتيجة بنفسك. دي الطريقة الوحيدة اللي هتخلي المعلومة تثبت في دماغك. ايه اللي بيميزه بجد؟ بعيدا عن كلام الإعلانات، التطبيق ده خفيف جدا وما بيسحبش من موارد الموبايل. الميزة المستخبية انترفيو كويستشن، دي كنز لأي حد بيفكر في كارير شيفت، لأنها بتعودك على طريقة تفكير الشركات. أما العيوب اللي هتضايقك فهي الإعلانات اللي بتظهر فجأة وساعات بتقطع حبل أفكارك. وكمان الواجهة تصميمها قديم شوية، تحس إنك في سنة 2015، وده ممكن يسبب إحباط للي متعود على تطبيقات مودرن. ترك تركية السنين بقى اللي بتوفر عليك وقت، التطبيق بيشتغل اوفلاين في معظم اجزائه، يعني تقدر تذاكر وتجرب اكواد وانت في المترو من غير ما تخلص باقتك. بس خلي بالك في فخ بيقع فيه المبتدئين، وهو انه يعتمد على الامثلة الجاهزة كوبي بيست من غير ما يفهم المنطق ورا الكود، وبكده هو بيضحك على نفسه مش بيتعلم. اكتر تعليق عليه تفاعل تحت، لايكات كتير بيقول التطبيق ده ممتاز جدا للمبتدئين، بس يا ريت لو كان فيه شرح بالفيديو بدل الكلام المكتوب بس. وده بينبهنا النقطة ان التطبيق نصي بامتياز، يعني لازم يكون عندك طولة بال للقراءة. ولو هنقارنه ببدائل زي ميمو او سلو ليرن، فالحقيقة ان ليرن بايثون يكسب في البساطة والمباشرة، لكن يخسر في التفاعل والجماليات. هو تطبيق صنايعي مش فرفور. هل يستحق التحميل؟ لو مساحة موبايلك ضيقة وعايز مرجع سريع ومجاني، يستحق طبعا. لكن لو عايز رحلة تعليمية تفاعلية فيها جيمز ومنافسات، يبقى شوف بديل. وفي النهاية نرجع للسبب اللي كان بيخلي الناس زمان تتعب عشان تتعلم. السبب ببساطة إن المعلومة السهلة بتتنسي بسرعة، وزمان كان التعب هو اللي بيثقل الخبرة. فخلي بالك، وجود التطبيق في جيبك مش معناه إنك بقيت مبرمج. المجهود اللي هتبذله هو اللي هيعمل الفرق. أهم 5 عيوب: الإعلانات المنبثقة المزعجة، التصميم البصري قديم وغير جذاب، غياب المحتوى المرئي للفيديوهات، عدم وجود شهادات معتمدة قوية، بعض الأمثلة المتقدمة مشروحة باختصار شديد. أهم 5 نصايح قبل الاستخدام: استخدمه كمراجع ريفرنس مش كمصدر وحيد. جرب الكود بنفسك. كومبلير، لا تعتمد على القراءة. اقفل الانترنت وانت بتذاكر عشان تهرب من الاعلانات. ركز جدا على قسم اسئلة الانترفيو. اربط اللي بتعمله بتطبيق عملي على الكمبيوتر لو امكن. لو عجبك الفيديو واستفدت مني بأي معلومة، شير ولايك وسبسكرايب، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقولك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات.